قناتنا أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم من كتاب سلاح التلميذ صفحة 185 و 186. دي تعتبر مراجعة على الوحدة الرابعة. تعالوا بينا نحل الاختبار الأول وكمان هنحل الاختبار الثاني بس في فيديو تاني. هسيب لكم الفيديو ده في التعليقات وهسيبه كمان في الوصف، يعني هتلاقيه في التعليقات أو الوصف. بس في الأول ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان تلاقي باقي الفيديوهات بتاعتك وشرح رياضيات الصف الرابع الابتدائي. تعالوا بينا نبدأ. أول سؤال معنا بيقول لي مستطيل طوله دي وعرضه جي، ما مساحته؟ طبعا احنا عارفين ان مساحة المستطيل لها قانون بيساوي الطول في العرض، يعني هضرب الدي في الجي. انهي الدي في الجي اللي هي دي. تمام. السؤال التاني بيقول لي مربع طول ضلعه 5 فإن محيطه. احنا عارفين ان محيط المربع طول الضلع في 4، يعني الخمسة في 4 ب20. يبقى انت لازم تبقى حافظ القوانين. هأكد عليك تاني، لازم تبقى حافظ القوانين، من غير القوانين مش هتعرف تحل. تمام. السؤال الثالث بيقول لي قامت دينا ببناء سور حول منزلها إذا كان هذا السور على شكل مستطيل. يعني هي عملت سور حوالين البيت بتاعها كده، والسور كان على شكل مستطيل، مساحته 88 وطوله 11. الطول بتاعه 11. أوجد العرض. طبعا في قانون للعرض من المساحة، العرض بيساوي المساحة على الطول، يعني 88 على 11 فيها التمانية. أما بالنسبة للسؤال الثاني رقم 4 بيقول لي برواز على شكل مستطيل. آدي برواز أهو. حاول برضو ترسم أنت كمان. دايما يقول لك مستطيل يرسم مستطيل. طوله 35، ادي الطول 35، عرضه 15 وادي العرض 15. بيقول لي فإن طول الإطار حول البرواز، يعني هو عايز الطول بتاع الإطار كله. طالما طول الإطار كله يبقى اللي بيحوط حواليه من بره ده اسمه المحيط، وده محيط مستطيل، معنى كده الطول زائد العرض في 2، يعني 35 زائد 15 هجمعهم واقوم ضاربهم في 2. 5 زائد 5 10، صفر معانا الواحد، على التلاتة بقت 4، 4 1 5، يعني 50. هضرب ال50 ديت في كام؟ في 2. هحط الصفر والاتنين في 5 ب10 يبقى 100، يبقى المحيط 100. طيب السؤال الخامس بيقول لي مربع طول ضلعه 200 سم فإن مساحته بتساوي. بس هو عايزها بالمتر ومديني دي بالسنتي، لازم اخليها بالمتر، يبقى اشيل صفرين تبقى 2 متر. يبقى المساحة مساحة المربع طول الضلع في نفسه، يعني الاتنين في 2 في نفسها، يعني بيساوي 4 متر. السؤال السادس بيقول لي من الشكل المقابل مساحة المنطقة المظللة. عايز مساحة المنطقة المظللة. طبعا دي لها طريقة سهلة خالص. بنجيب مساحة الشكل الكبير ونجيب مساحة الشكل الصغير ونطرحهم من بعض. هنضرب ال20 في 7، نحط الصفر، والاتنين في 7 ب14، وهنضرب ال5 في 5 ب25 وهنطرحهم من بعض. 0 ناقص 5 ما ينفعش، هستلف من 4 تبقى 3 وده 10. 10 ناقص 5 5 و3 ناقص 2 1، 1 ومفيش هو الواحد، يبقى الإجابة 115 سنتيمتر مربع. بالنسبة للسؤال رقم 7 بيقول لي حوض عرضه 3 متر وطوله 7 متر، يعني العرض عندي 3 وعنده الطول 7، فعايز المحيط. المحيط بيساوي الطول زائد العرض في 2، فأنا هجمع الطول والعرض 7 زائد 3 10 وهضربهم في 2، الاتنين في 10 ب20 وأوصلها بال20. رقم 8 بيقول لي حط طوله 20. عندي حط طوله اهوت 20 واديني المحيط 50 سنتي، فعايز العرض. طبعا العرض ليه قانون من المحيط. العرض بتساوي ايه؟ نص المحيط ناقص الطول. طيب نص ال50 25 ناقص الطول اللي هو 20 يساوي 5، يبقى العرض عندي كام؟ 5. يبقى أنا عندي الطول 20 والعرض 5، يبقى العرض كام؟ 5. أوصلها بالإيه؟ بال5. السؤال الرابع صح وغلط. بيقول لي مربع ضلعه 1 سنتي فإن محيطه. مربع ضلعه 1 سنتي فإن محيطه. السؤال رقم 9 بيقول لي مربع ضلعه 1 سنتي فإن محيطه 4. طبعا محيط المربع طول الضلع في 4، الواحد في 4 ب4، يعني ده جواب صحيح. رقم 10 بيقول لي حظيرة للماشية طولها 13 وعرضها 7. طول عندي 13 وعندي العرض 7، فإن المساحة الطول في العرض، فأنا هضرب ال 13 في 7. لو طلعت 81 يبقى جواب صحيح، ما طلعتش 81 يبقى جواب خطأ. طب نضرب كده 3 في 7 ب21، واحد ومعانا الاثنين، الواحد في 7 ب7، 7 زائد 2 9، 91 يبقى الجواب خطأ. رقم 11 بيقول لي مربع مساحته 36. عندي مربع اهو مساحته 36 مليمتر مربع، فإن هذه المساحة تتساوى مع مساحة مستطيل طوله 8 وعرضه 4. هجيب مساحة المستطيل، لو طلعت 36 يبقى المساحتين متساويين.
الأربعة في 8 ب32. طب دي 32 ودي 36 يبقى ما هماش متساويين، يبقى جواب خطأ. يبقى صح خطأ خطأ. صفحة 186 تكملة الاختبار الأول بيقول لي إيه؟ من الشكل المقابل أوجد طول الضلع المجهول باستخدام المحيط المعطى. طيب أنا أشوف المجهول اللي هو الإكس ده، الإكس ده طول ولا عرض؟ طبعا هو طويل يبقى أكيد طول، معنى كده إن هو عايز الطول. طب هو عايز الطول، طيب قانون الطول بيقول إيه؟ بيقول نص المحيط ناقص العرض. يعني نص ال38 كام؟ ال38 ديت عبارة عن 8 و30. نص ال8 4 ونص ال30 15 يبقى 19. يبقى نص ال38 كام؟ 19 ناقص العرض اللي هو 9، يبقى 19 ناقص 9 يساوي 10. 10 متر. 10 ايه؟ متر. رقم 13 بيقول لي ملعب كرة قدم تبلغ مساحته 80. عندنا ملعب مساحته 80، هنرسمها هنا كده. يقول لك عندنا ملعب اهو مساحته 80. المساحة اللي جوه ديت كام؟ 80. ويبلغ طول الضلع الأصغر فيه اللي هو العرض 8. يقول لي ارسم الملعب وأوجد طول الضلع الأكبر. الضلع الأكبر اللي هو الطول يعني. طيب الطول بيساوي المساحة على العرض، يعني 80 على 8 يساوي كام؟ 10. يبقى طول الضلع الأكبر 10 متر. 10 ايه؟ متر. بعد كده بيقول لي أنا عايز المحيط. طبعا ده مستطيل، والمحيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض في 2. 8 زائد 10 18، لما اضربها في 2 يعني 18 في 2 بيساوي 36. يبقى المحيط 36 والطول زي ما قلنا في الأول كام؟ 10. أما بالنسبة للسؤال رقم 14 بيقول لي أوجد أطوال الأبعاد المجهولة في الشكل ثم احسب محيط. عايز المحيط وعايز المساحة. طيب المجهول عندي الواي، طبعا الواي دي بالعرض، يبقى الإخوات بتوعه بالعرض اللي هم الخمسة وال12. الأخ الكبير 12 وده واحد من الصغيرين، تطرح ال12 ناقص الخمسة يطلع لك الواي بكام؟ ب7. أما بالنسبة للإخوات التانيين اللي هم الإخوات اللي هم بالطول، عندي الأخ الكبير ليهم 16 وعندي الإكس وعندي التلاتة، يبقى اللي بالطول أخوات واللي بالعرض أخوات. طيب الإخوات اللي هم بالطول عندي ده الكبير 16 والصغير 3، وعايز الصغير التاني، بتطرح 16 ناقص 3 يطلع لك الضلع اللي فاضل 16 ناقص 3 13. علشان اجيب المحيط اللي بيحوط كله عليه من بره كله، فانا هجمعهم كلك، ولكن هحدد لي بداية. لازم انا احدد بداية ليا كده زي ال7، وابدا عشان اجيب المحيط اجمعهم كلك. نجيب المحيط من اول هنا كده، يعني عبارة عن 7 زائد 16 زائد 12 زائد 3 زائد 5 زائد 13. انا عملت البداية علشان ما الفش عليهم تاني، لو واحد ممكن ياخد ال7 كمان مرة، فلازم انت تحدد البداية بتاعتك. طيب انت ممكن تعمل حل حلو خالص. في ناس بتجمعهم ورا بعض ورا بعض ورا بعض، الرقم اللي يطلع يجمعه على اللي بعده على اللي بعده على اللي بعده. وفي ناس بتقول لك لا، انا هجمع كل اتنين مع بعض، هجمع الاتنين دول مع بعض والاتنين دول مع بعض والاتنين دول مع بعض، هيطلع لي 3 ارقام هجمعهم مع بعض، مفيش مشكلة. طيب 16 زائد 7 23 ادي 23 زائد 12 زائد 3 15 ادي 15 13 زائد 5 18 ادي 18. هعمل ايه بقى؟ هجمع 2 دول وليكن مع بعض كده، واللي يطلع هجمعه مع اللي فاضل. 3 و5 8 و2 1 3. اللي طلع لي دهوت هجمعه مع ال 18 ده اهي، وبكده تكون خلصت المحيط بتاعي. 8 8 16 6 ومعانا الواحد، على التلاتة بقت 4 4 و1 5، يبقى الإجابة 56 سنتيمتر. ده بالنسبة للمحيط. أما بالنسبة للمساحة بقى فلازم أنا أقسمهم نصين متساويين، ما ينفعش أسيبهم سايبين على بعض كده. عايز أقسمهم، يا إما أقسمهم كده يا إما أقسمهم كده. أنا ممكن أقسمهم كده، أخلي الحتة دي لوحدها والحتة دي لوحدها. هضرب مساحة الحتة دي 3 في 5 بكام؟ ب15، يبقى مساحة الحتة الصغيرة دي 15. الأولى اهي 15 عشان تبقى واضحة. هجيب مساحة التانية دي عشان أجمعها عليها. مساحة التانية دي هضرب ال7 في 16. 16 في 7 6 في 7 ب 42، 2 ومعانا الأربعة، الواحد في 7 ب7 و4 11، طلعت لي 112. هجمع المساحتين على بعض وبكده خلصت المسألة. جبت المساحة 5 و2 7، 1 1 2 1 ومفيش هو الواحد، يبقى 127 والمساحة بتبقى سنتيمتر مربع، يعني عليها 2 كده. وبكده جبنا المساحة اهي، وادي المحيط 56 اهو. تمام. آخر سؤال معانا رقم 15 بيقول لي صارت حشرة، يعني نملة مثلا ولا أي حاجة، في محيط 42 سم. يعني هي لفت على المحيط 42 سم.
ارسم أكبر عدد من المستطيلات التي يمكن من خلالها التعبير عن مسار الحشرة. يعني عايزني أرسم مستطيلات أعبر بيها عن مسار الحشرة اللي هو 42. هقول لك على حل كويس. هات نص 42. 42 ديت عبارة عن 2 وعبارة عن 40. نص 2 1 ونص 40 20، يعني 1 و20. هتقسم لي بقى 21 ديت اللي هي طلعت لك ديت. أنا جبت نص 42 طلع 21. 21 دي بقى هتقسمها زي ما أنت عايز بقى. يعني هتقسمها حتت كده، ممكن تخليها 20 وواحد، 20 وواحد. ممكن تخليها كام وكام، أي حاجة. يعني مثلا 15 وستة، ممكن تخليها 15 وستة. تمام. ممكن تخليها زود مثلا على 15، ممكن تنقص خلي 15 14، تقوم تزود على دي تخلي دي 7، بحيث ال 14 والسبعة يدوك ال 21 اللي طالعة دي. طيب ال 21 ده أنا جبتها منين؟ نص ال 42. خلاص. تقول بقى تجيب طول وعرض. المهم الطول والعرض يبقى مجموعهم 21. هتلاقي كتير جدا. يعني انت مثلا ممكن تنزل من ال 14 دي واحد تخليها 13، زود تنزل من ديت، تنقص من ديت، تنقص من ديت، تزود للعرض، تنقص تاخد من، يعني انا باخد من الطول قد للعرض. يعني انا خدت من الطول بقى 13، اخلي للعرض كام؟ 8، بحيث يبقى 13 و8 يبقى 21. حلو. ناخد واحد نرسم واحد كمان. لو انا نزلت من الطول دي خليته 12، يبقى زود العرض خليه 9، يبقى 12 و9 1 و20. ممكن تاني اخليه 11 و10 11 و10 21. تمام. ممكن اخليه 19 و2، 19 وازود دي 2. ممكن اخليه 18. اهم حاجه يبقى مجموعهم 21، وانا قلت لك انا جبت ال 21 منين؟ نص ال 42. ممكن اخليه 18 و3. تمام. في كتير اهو. تمام. ممكن اخليه 17، دخلنا على الامتحان وبعده 17 و4. وممكن اخليه 16 و5. تمام كده. ادي اكبر عدد كتير جدا من المستطيلات. ما اعرفش السؤال اللي هو عايز مسائل كتير ده، بس ما علينا. المهم ان الاختبار الاول انتهى، والاختبار الثاني زي ما قلت لك هيكون موجود في الفيديو اللي موجود في الكومنتات او في الوصف. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.